السينما في أنبوبي. الأثر المتبادل بين السينما والعالم الخيالي. يقول كارل: كن شجاعا في استخدام عقلك دون وصاية من أحد. ويقول إيلون ماسك: كن شجاعا في استخدام كاميرا موبايلك دون وصاية من أحد. مما لا شك فيه أننا نعيش الآن 2022 أزهى عصور الديمقراطية الثقافية، حيث يعمد التطور التكنولوجي وبخطى سريعة لتحقيق مفهوم الإتاحة الشاملة لكل الأفراد بغض النظر عن أي تمييز في مجال التواصل والتعبير الفني والثقافي. فالثقافة اليوم تكتسب أهميتها من قدرتها التواصلية كقيمة جديدة مضافة بفعل مفهوم السوشيال ميديا. صناعة السينما في سوق متغير. السينما صناعة ثقافية ثقيلة قبل أن تكون فن، وقد تلقت السينما ضربتان موجعتان. الأولى عند ظهور فن الفيديو، فأصبح التسويق من خلال الفضائيات ونوادي الفيديو. وكانت الضربة الثانية من العالم الخيالي، فأصبح التسويق من خلال الإعلانات والمنصات الكبرى كنتفليكس. ولوصف ذلك نقول: عندما نفكر في تطور صناعة السينما كصناعة إبداعية ثقيلة ذو جانب اقتصادي هكذا بدت في سنوات قديمة، أصبح الآن العرض السينمائي التقليدي من الأمور المتحفية القديمة التي عفى عليها الزمان. العرض السينمائي الطبيعي التقليدي، على اعتبار أن السينما أفلام وهي فن مجمع من كل أشكال الفنون السابقة عليه، سواء فنون الكتابة والأدب أو الموسيقى أو التشكيل أو الأداء، تصور بكاميرات سينمائية كتطور متحرك للفوتوغرافيا، وتعرض في قاعات عرض عبر أجهزة تسلط الضوء على شريط شفاف هو البوزيتيف، ولها شاشات ذو أبعاد كبيرة، ويحضرها هؤلاء المتأهبون المجهزون نفسيا لرؤية فن جيد ومزدهر وسط تركيز شديد في المتابعة. كانت أول الأحداث التكنولوجية التي أثرت على مفهوم العرض السينمائي التقليدي هو ظهور كاميرات التصوير للفيديو بتقنية الأنالوج، وظهور التلفزيون الشاشة الصغيرة وماكينات عرض شرائط الفيديو، وانتشار وتوغل البث التلفزيوني، بحيث أصبحت كاميرا الفيديو من مقتنيات الأسر الصغيرة لتصوير فيديوهات منزلية في مطلع الثمانينات من القرن المنصرم العشرين. فأصبح ما يعرف بنوادي الفيديو وأفلام الفيديو، وانتقل العرض السينمائي التقليدي بكل جمالياته الأنطولوجية إلى عرض الفيديو، سواء المسجل أو المبثوث عبر التلفزيون، الذي ساهمت الأقمار الصناعية في تطوير البث للخروج من البث المحلي للبث الفضائي، وانتشر الفضائيات بما تحمله من فراغ إبداعي كبير في عدد لا نهائي من ساعات المشاهدة التلفزيونية الممتدة عبر الريسيفر لقنوات عديدة. لقد تأثرت صناعة السينما بهذا كثيرا، وأصبح هناك ما يعرف بالفيلم السينمائي المصور لأغراض التوزيع كأفلام للفيديو تبث في الفضائيات. رغم الاختلاف الجمالي بين فن السينما وفن الفيديو، فللشاشة الكبيرة قواعد فنية قد لا تعرفها الشاشة الصغيرة. فالأمر ليس مجرد صورة متحركة وصوت يبث، الأمر أكثر من ذلك، فن له قواعد مأخوذة أصلا من التشكيل، فالتصوير الفوتوغرافي، فالتصوير السينمائي للعرض بتقنيات الضوء. أما الأنالوج فالأمر مختلف، فتقل مساحة الجماليات، وعندما يصبح البث الفضائي تقل أيضا خصوصية التقبل الفني والتركيز في التلقي، فربما يقوم من يشاهد الفيديو ليعد شاي أو طعام، ولا يعطي المتابعة الاهتمام الذي كان معروفا في العرض السينمائي التقليدي. كما أن مساحة الشاشة الصغيرة حتى لو 55 بوصة لا تؤدي للاستحواذ الكامل على المشاهد، والضوء المقدس وشفافية شريط السينما متعة لا يستطيع مشاهد الفيديو الوصول إليها. لقد تغير وضع الصناعة، ومن ثم تأثرت جماليات فن السينما. ثم كانت الضربة الموجعة الثانية في ظهور تصوير بتقنية الديجيتال، فقد أدى ذلك لانتشار فكرة تصوير الفيديو بشكل غير عادي يعبر عن الاحتفاء بالتقدم التكنولوجي عبر الموبايل والمحمول، وهو جهاز في يد كل البشر وكل الأفراد. وانتقلنا من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة اللاصقة المحمولة لكل فرد قد يشاهدها في عربات المترو أو المواصلات أو أثناء المحاضرات. كل هذا انعكس على الصناعة وعلى تكاليف الإنتاج والقدرة على الإنتاج، من حيث الإتاحة الجبارة لهذه القدرة بفعل التطور التكنولوجي. فهناك إتاحة لا حدود لها في القدرة على الإنتاج، ودعمتها زيادة سرعة النت وانتقال الفيديوهات بسهولة وسرعة. فأصبحت هناك فوضى في مقاطع الفيديو الديجيتال تجتاح أي فرد
وتعرض عليه إمكانية المشاهدة. لابد أن هذا كان له أثر في جماليات الفيلم السينمائي ذاته. وأول أثر هو التقلص الزمني، فقد يكون الفيلم مقطع فيديو وتتحول السينما لفتات من المشاهد والمقاطع الطويلة والقصيرة المنتشرة، وتخرج علينا منصات للمشاهدة في العالم الخيالي، فيصبح الإنتاج السينمائي هدف العرض في هذه المنصات مع القطع الضروري التجاري للإعلانات كل مدة. الأمر تغير من خصوصية العرض السينمائي التقليدي إلى آفاق عالم من الفيديوهات المتشظية المنتشرة، لكن هذا حدث بعد أن حدث تراكم لميراث سينمائي وفني أصيل وميراث آخر للفيديو وأفلامه، وهذا الميراث بخصوصيات عرضه القديمة كون وجدانا فنيا للتلقي محددا ومعينا لكل منا، وثقافة وبيئة مشتركة لمجموعات من الأفراد عاصروا أفلام بعينها سينمائيا أو في عالم الفيديو، فأصبح لهم تراث مشترك وبيئة فنية موحدة أثرت بالطبع على إنتاجهم للفيديوهات. وهذا ما استغله تطبيق التيك توك بأنه استخدم الأشهر والأنسب من هذه الأعمال لمحاكاة قد تكون ساخرة في بعض الأحيان وجادة في أحيان أخرى، لكن إنتاج لكل فرد يحاكي عمله المفضل دون عناء. إلى هنا ينتهي الجانب الوصفي إلى الجانب القيمي من بحثنا، لندخل في طرح سؤال ما زال استطلاعيا حتى الآن: هل تأثرت السينما كفن وجماليات وليس كصناعة بهذا التخيل في العالم الخائلي؟ هل تأثرت السينما كفن وجماليات بالعالم الخائلي؟ وها هي قد تأثرت كصناعة. استنتج الأفلام الآن للمشاهدة على منصات وعلى شاشات مختلفة الأبعاد، لكن الدراسات في مجال تأثرها بذلك كفن ما زالت محدودة، وهذا ما سنحاول طرح أفكارنا وتأملاتنا فيه. وهل أثر التراث السينمائي القديم لأفلام التلقي السينمائي أو الفيديوهات على الأفراد في إنتاجهم، سواء كان جديدا أو محاكاة لمقاطعهم الخاصة المنشورة المعلنة في عالم التواصل الاجتماعي الثقافي؟ 1. التلقائية في مقابل التخطيط. يقوم المخرج السينمائي باستلام السيناريو الذي اختار تقديمه كفيلم سينمائي وتحويله إلى ما يعرف بالديكوباج، أي تحويله لمجموعة من اللقطات بحجم معين وزاوية تصوير معينة وتعكس تكوين معين وفق نظريات في إعداد الصورة، ثم يعمل على وضع شريط الصوت بالمؤثرات والموسيقى التصويرية، ثم يعكف بالتواصل مع المصور لإنتاج ذلك، أي أن هناك عملية تخطيط دقيق للصورة والصوت قبل الشروع في العمل. وإذا قمنا بزيارة لمكتبة الإسكندرية ودخلنا معرض علي أبو شادي ذلك الرائد السينمائي الكبير، لوجدنا مجموعة كبيرة من اللوحات التشكيلية الذي يرسم فيها هذا المخرج لقطاته قبل الشروع في تصويرها. هذا التخطيط يراعي عناصر جمالية في الصورة وكذلك في الأداء وحجم اللقطة وزاوية التصوير ومجال الصورة والتكوين والإضاءة في الصورة، وهو تفكير فوتوغرافي إن لم يكن تشكيلي في الأساس. 2. التزييف. هذا لا نجده في مقاطع يوتيوب، فالتصوير يتم غالبا بصورة تلقائية وفي بعض الأحيان عشوائية وغير مخطط لها بشكل فطري انسيابي، وهذا قد يكون إيجابيا من جانب في عكس الواقع، وخصوصا وهناك شغف بفكرة الواقع بدت في تلفزيون الواقع وجماهيريته على عكس البث التلفزيوني العادي وفي برامج الهوى المفضلة لدى الجمهور، فللواقع سطوة رهيبة على الأفراد والجمهور، ولكن ذلك يكون على حساب الجماليات الفنية، فتعد صورة اليوتيوب في نظر البعض تشويها للواقع وعكس غير محكم له، إذ هو نوع من التسطيح والتزييف، حيث يتم اللعب بمجال الصورة لتعكس الجزء المطلوب عكسه من الصورة، فأحيانا لا يبان وش المؤدي عبر وضعه خارج مجال الصورة، لكن طريقة التصوير هذه فاضحة للغاية، لأن الكلوسات والبيك كلوزات تستخدم بشكل كبير ولا يوجد إعدادات تمهيدية للمتلقي، فهو يدخل على محتوى الفيديو بطريقة فورية مركزية. 3. تغيير اللغة السينمائية الفنية لصالح اللغة التسجيلية. الأخطر من ذلك هو ضياع المحتوى المتماسك المترابط لمقطع الفيديو كعمل فني، فلا يوجد أي نوع من العمق الفكري الذي تعكسه الصورة، وكأنه محتوى منزوع المحتوى أصلا، أو يركز على جانب واحد في المحتوى دون عكسه في الصورة، فتصبح الصورة في وادي والكلام في وادي والمحتوى في وادي آخر، ولا يوجد محتوى جاد أصلا. 4. الغرائبية والتحدي والبحث عن الجديد. كما نلاحظ نزعة للغرائبية وتحدي العقل وتحدي الأخلاق والمجتمع والسخرية من كل شيء وأي شيء دون مراعاة أي محاذير أو قيود، وكأن هذه المقاطع تخرج عن أشخاص لا كبير لهم.
ورغم ذلك هناك تشجيع من الشركات التكنولوجية بزيادة هذه المقاطع وتقييمها من خلال معيار واحد هو عدد المشاهدات، وعلى هذا الأساس يتم التقييم المادي. فأصبحت وظيفة يوتيوبر شهير تنافس وظيفة الممثل أو الإعلامي نتيجة شغف الناس بتلفزيون الواقع الذي كان مؤشرا على ذلك، وما زال الباب مفتوح لمزيد من الملاحظات في هذا الصدد. أما في الإجابة على السؤال الثاني، وهل أثر التراث السينمائي القديم لأفلام التلقي السينمائي أو الفيديوهات على الأفراد في إنتاجهم، سواء كان جديدا أو محاكاة لمقاطعهم الخاصة المنشورة المعلنة في عالم التواصل الاجتماعي الثقافي، فنحن نقف مذهولين أمام النتائج الغير متوقعة التي وصل إليها باحث التراث الاجتماعي المصري سيد عويس. وقد أكد سيد عويس أن للثقافة المصرية 4 روافد تكوينية يمكن ترتيبهم حسب أولوياتهم في الثقافة العامة للمصريين، كما يخبرنا الدكتور سيد عويس. 60% التراث الفني الوجداني الذي صنعته الآداب والفنون والأغاني والسينما، 20% التراث الرسمي المعبر عن نفسه من خلال منطوقات الأمثال والمأثورات الشعبية والحكمة الجماعية المصرية المدونة والشفهية، 10% التراث الثقافي الديني الإسلامي الوافد من عصر الحضارة العربية الإسلامية، 10% التراث الغربي الوافد من التنوير والتحديث والتعليم المدني. فالثقل كل الثقل للتراث الفني الوجداني الذي تسلل ليصبح مكون من أهم مكونات المصريين الثقافية. ولا شك أن فن السيما يحتل نصيب الأسد في هذا، والأعمال السينمائية والتلفزيونية الدرامية الخالدة. فعند استدعاء صورة ذهنية عن ذوي الإعاقة البصرية مثلا، يتم استدعاء مسلسل الأيام لعبقري التمثيل أحمد زكي، أو فيلم الكتكات لمحمود عبد العزيز، وكذلك شخصية الشيخ إمام. يعيد هذا التراث الثقافي الوجداني نفسه من خلال مقاطع يوتيوب، فهو الخلفية الأعلى صوتا في الوجدان المصري، تكاد تشكل بيئة لفظية مشتركة لدى كل المصريين، وكل جيل له تيماته الثقافية التي تعبر عن الأعمال التي عاصرها وتأثر بها. ويعد الإبداع دون نموذج ثقافي محاكي أمر صعب في عالم اليوم، لكنه ليس بالمستحيل، وخصوصا على هؤلاء الذين شقوا أصعب الطرق الإبداعية وأصبحوا منتشرين ومطلوبين. أنبوبي هو الترجمة الحرفية ليوتيوب، وهو أشهر التطبيقات على الإطلاق في العالم الخيالي الذي يتعامل مع مقاطع الفيديو المصورة أو الأفلام. أنا أفضل تسمية العالم الخيالي عن العالم الافتراضي أو الفضاء السايبرنتيكي، فالمخيلة مفهوم فلسفي وفني قديم يذكرنا بخيال الظل، والسينما أيضا كتقنية أصلا نوع من التخيل بالضوء عبر فيلم شفاف، وهو مفهوم صوفي فلسفي أصيل. استصبح الحياة الواقعية ذاتها لدى الإنسان الصوفي الزاهد فيها حياة مخيلية خيالية غير حقيقية غير ملموسة، تخيله وتلاحقه بالمخيلة كمساحة حرة بعيدة عنه، ولا يتعمق في إمساكها أو ينظر إليها بجدية، فتظل الحياة الدنيا لدى الصوفي مساحة مخيلة. وهذا بالضبط كشعورنا تجاه العالم الرقمي الافتراضي السايبرنتيكي، فهو يلاحقنا كمخيال غير ممسوك وكسراب يؤثر في حياتنا ولكنه لا يلامسها أو يتقاطع معها. مفهوم الديمقراطية الثقافية من المفاهيم المعاصرة في مجال السياسات الثقافية الخاصة برؤية التنشيط الثقافي المعاصر، حيث إتاحة القدرة على الإنتاج الإبداعي الفني الثقافي وتسهيل القدرة على إنتاجه ونشره، وذلك لكل الناس والأفراد بصرف النظر عن الذوق. فمن حق كل إنسان ممارسة الفن والثقافة، وهو بخلاف ديمقراطية الثقافة التي تعني إتاحة الوصول للأعمال الفنية الإبداعية الجيدة والمفرزة والمبسترة والمشهورة والعظيمة عبر تنشيط مسارات عرضها وتوفيرها. ففي الديمقراطية الثقافية الإتاحة تكون أيضا للإنتاج الإبداعي بتسهيل طرائقه، بحيث يستطيع كل فرد دون مبالغة أن يستخدم الإبداع الفني في التعبير عن ذاته وتحقيقها بصرف النظر عن معايير الجودة. فالأهم هو التواصل بين ثقافة الجميع بالجميع، وباعتبار الممارسات الإبداعية الفنية سلوك يرمي ومسعى لإنسان العصر بعيدا عن مفاهيم الكفاءة والجودة والموهبة، أي تيسير القدرة التقنية على الإبداع الفردي ونشره، بحيث يصبح في متناول كل الأفراد كمسعى طبيعي تواصلي للتعبير عن الذات وتحقيقها.